لما يجيلك دور برد في عضو واحد ما بينامش. المخ. المخ مش بيفكر بس، المخ بيقود المعركة كلها. أول قرار بياخده المخ إنه يرفع درجة حرارة الجسم، لأن الفيروسات بتضعف في الحرارة العالية والمناعة تشتغل أسرع. بعدها المخ بيبعت أوامر للعضلات إنها تتحرك عشان تولد حرارة إضافية، فتبدأ الرعشة أو الزفزفة. المخ كمان بيقلل الشهية عشان يوفر طاقة بدل ما تضيع في الهضم. الجسم كله بيتعاون مع بعضه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وصف نبوي دقيق لمعجزة بتحصل جوه الإنسان قبل ما العلم يفسرها بقرون. لو جسمك سخن دلوقتي افتكر إنك مش ضعيف، جسمك بيتعاون والمخ بيحميك بأمر ربنا. ما تنساش تصلي على النبي، والحلقة كاملة على القناة. ما تنساش اللايك والاشتراك.